لا فامي تاع الزوينين، صباح الخير عليكم. صباحنا وصباحكم مبروك يا ربي امين، وان شاء الله دائما الفيديوهات ديالي يلقاكم في صحه جيده والسرور والفرح طول العمر. عائلتي الزوينه صباح الخير عليكم، كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، كنتمنى دائما نكون في حسن الظن تاعكم. واللي اول مره كيشاهد قناتي وقناتكم كنتمنى دائما نكون في حسن الظن تاعكم. ما تزبوش، خليكم معايا نجربوا هاد الكويس تاعتي وغنشارك معكم بطبيعه الحال. هاد الغديوه هادي ضروري نشارك معكم واحد القصريه تاع كسكسو. المهم هنايا حاولت نبسط لكم شويه من اللقطات من الكسكسو اللي انا درت، حيت اصلا دائما كنشاركو معكم. ايوا انا اختي راه باين عندي هنا خضيره، هنا عندي شويه ديال البصيله مطيشه القزبور العطريه، عارفين كسكسو. ولكن كاينين بعض الناس ما نعموش اللي كيكونوا خارج ارض الوطن، والناس اللي كيكونوا ماشي مغاربه كيبغوا كيعجبهم الكسكسو ديالنا مغربي. ايوا هنايا درت بصيله، درت مطيشه، شويه تاع العطريه ونصبتو بالزيت العود، درت فيه شويه تاع اللحيمات والعظام. اسمحوا لي على هذا الازعاج، اضطريت غبرت عليكم الصراحه بزاف على القناه اليوم 4 ايام ما لحت لكم حتى حاجه، ما كنتش عوله نغبر عليكم هاد الغبره. جابت هاد الظروف وداكشي علاش غبرت عليكم. اكيد غتكونوا توحشتوني كما انا توحشت قناتي وتوحشت هكا نهضر معكم. دائما كنبغي ندير لكم حديث ومغزل. وهنايا من بعد هاد الغديوه غنشارك معكم واحد السوسه، غنسوس بيت النعاس ديالي وغنبدل ليه اختي شويه تاع الشكيل. داكشي اللي كاين فيه وغنشدو غنقلبو. كنتمنى كاع الناس اللي كاين عندي في القناه ما تنساوش هذا الفيديو تكثروا ليا فيه في اللايك وتكثروا ليا فيه في البارطاج باش يوصل للماكسيموم، وبهكا طلع ليا المشاهده. حيت غبرت هاد 4 ايام هادي، راه اللي بعيد على العين بعيد على القلب. ايوا صافي هنايا الكسكسو. شوفوا هاد الطريقه هادي اللي كندير علاش ديما كنشاركها معكم، حيت كاين بعض الناس كما قلت لكم اللي اول مره كيدخلوا عندي القناه، وكاين ناس جداد اللي كيدخلوا عندي القناه ديالي، وكاينين بعض الناس اللي يسولوني على هاد القضيه هادي. راه كنديرها انا في الكسكسو. فاش كنديرها السميده ما كنديرهاش في السميده، ما عرفتش واش غتصدق في السميده ما غتصدقش، ولكن في الكسكسو راه تعمدت نخليها بحال هكا ما نقطعهاش. هاد اللقطه نخليها من البدايه تاعها ونخليها، حيت كاين بعض الناس اللي يتحاولوني بالعاني واش كنكذب ولا. المهم انا ماشي من داك النوع اللي غنصدق نبارطاجي معكم شي حاجه اللي هي ماشي صحيحه. تاع الزيت وكنخوي عليه المطايب وكنخليه كيشرب بوحدو بحال درتي ديك التفويره الاولى. صافي وجوج تفويرات راه كديرهم كما هما، يعني ما كتزيدي ما كتنقصي. بحال قلتي هاد القضيه هادي اللي انا كندير غير كتنقص عليك ديك التفويره الاولى، حيت التفويره الاولى اصلا كتكون غير بالزيت وغير بالبخار كيعرق داك الكسكسو باش تبقاي ديك الساعه تسقي. ودابا ملي كديري المطايب يعني بحال درتي ديك التفويره الاولى وزياده على التفويره الاولى، يعني بحال كيطيب واحد شويه بداك المطايب. اصلا هو راه كيكون طايب من بلاصتو. ايوا صافي هنايا شوفوا ها الكسكسو ديالي راه كنوريكم من بعد من نشرب هذاك الماء يعني كيفاش ولا. دابا صافي غادي ندير ليه هاد التفويره ديالو، وكل تفويره غنخليها بزاف، يعني ما تزربيش عليه. كل تفويره خليها طيب على خاطرها، وعاودي ديري التفويره الثانيه وخليها طيب على خاطرها. صافي هنا الكسكسو تاعي وجد. ايوا دابا غادي نمشي نتغدى، ومن مورا الغدا غادي ندوز ندخل لبيت النعاس ديالي، وغنشارك معكم يا اختي واحد السوسه خفيفه ظريفه لبيت النعاس ديالي، وغنشارك معكم واحد التغيير بسيط. دائما كنقول لكم قناه نعمان ام لينا بلا زواق بلا نفاق. كنشارك معكم الحياه البسيطه ديالي، وكنشارك معكم الحياه المتواضعه، ما عناش وما خصناش الحمد لله وعايشين. انا كما كتشوفوا خرجت يا اختي ديك البليصه تاع بنتي هي الاولى خرجتها، ومن طبيعه الحال من فاش كنوقف هذا سميتو السديدرات ديال بيت النعاس كندوز عليهم كنمسحهم كنقيهم. انا كنحاول كنوري لكم واحد شويه من اللقطات اللي انا غادي ندير، عاد من بعد نكمل معكم الروتين ديالي. ما تنساوش ديروا لي لايك، كاع الناس اللي كاينين عندي في القناه واللي كيبغوني كثروا ليا في اللايك، والناس اللي كيدخلوا عندي جيكم مرحبا بكم، الف مرحبا في القناه ديالي. وما تنساوش ديروا ليا واحد التفاعل على الجرس والاشتراك في القناه باش يبقى دائما يوصلكم الجديد. ايوا هنايا
كيما كتشوفوا. شوفوا يا اختي الزبيلاتير، ما كذبش عليكم، انا هاد البيت النعاس عندي راه كنهزو دائما، ما يمكنش يكمل الشهر، الماكسيموم كدا 20 يوم كنهز بيت النعاس. راه شوفوا راه دابا راه ما كامله حتى 15 يوم هنا بالستو. ولكن اختي ملي كتجيني هاد الغبره وما كيجي هادشي راه الله اعلم. صافي هنايا هاد السيدرات هادو ديال بيت النعاس ضروري غندوز عليهم واحد شويه تاع الشطيطيبه. عقلت على داك الفيديو تاع الشطيطيبه كتقتلني بالضحك هاد الشطيطيبه. المهم انا فوا كنقول هاد الشطيطيبه كتشدني الضحكه. صافي هنا غنشطبهم وغادي نقيهم شويه من الغبره، عاد نكمل معكم الروتين ديالي. اصلا كما كتشوفوا راه ديال نهار الجمعه، حيت اكيد غتقولوا كيفاش واه الكسكسو هذا وهذا الفيديو هذا تاع نهار الجمعه. حيت انا ما متعوضاش اصلا نلوح لكم فيديو يكون دايز عليه يومين ولا 3 ايام، حيت هذا تاع نهار الجمعه. هو في الواقع كان عليا نلوح لكم نهار السبت، كان عليا نلوح لكم، ولكن انايا حيت سميتو كانوا عندي عائله وحكم الظروف اصلا ما ساعدتنيش باش نمونطي الفيديو باش نلوحو لكم. داكشي علاش غبرت عليكم ما لحقتش لكم حتى شي فيديو. ودابا اليوم الحد ان شاء الله يوصلكم هذا الفيديو وان شاء الله يعجبكم ديال خف نزربن، ولكن ما بغيتش نغبر عليكم باش نقص بلا ما نلوح لكم حتى شي فيديو. ايوا اليوم الحد ما نعاودش لكم الصراحه، واحد الحراره كاينه عندنا هنا في اكادير، واحد الحراره راه ما نعاودش لكم، تقولوا غير شهر 7 ولا شهر 8، يعني كاينه واحد درجه الحراره عاليه لدرجه راه ما تقدرش تخرج للزنقه وما تقدريش تخرجي للزنقه نهائيا. ايوا عرفتوا اكادير اصلا راه الاجواء تاع اكادير دائما صيف على طول العام، يعني في وسط البرد يقدر يكون البرد، تقدر تجي عاوتاني الشميشه حاره. المهم ديما الصيف صيف خصوش يصريف. هنايا كما كتشوفوا يعني صافي من بدلت الديكور، دوك الدبونات ودوك الننوسات اللي كانوا تما في داك القنت حطاهم حدا بلاصه بنتي، عاود تحولتهم لهاد البليصه. هذه هي حاله الدرويش، ضروري مسكين ملي تطلع عليه الدار في الراس كيبدل الديكور بداكشي اللي كاين عنده. ايوا ان شاء الله يسهل علينا طحنا الله، وان شاء الله هاد الاوقات الجايين تاع البرد ناخذ شي كوفرلي جديد وناخذ شي حاجه جديده. هادشي لا باذن الله ان شاء الله، هادشي لا الا كاين اختي رزيق يا خويتي ماني. هنايا ما نعاودش لكم هذيك داك الشعير عندي غادي نشدو، باقي غادي نجمعو الصراحه حيت صافي طلع ليا الدم هاد الايام كلشي، وانا كندير ليه البوكلاج كنشدو كندير ليه واحد، كنت في الاول كنبوكليه غير بالضفيرات، ودابا وليت كندير ليه واحد الكريم كنبوكليه، ولكن صراحه داك الكريم هو راه كيبوكلي ولكن كيخرج على الشعر. انا راه هزيت بعدا كاين المشطه شحال وانا جالسه كنحلف دوك البوكلاج كانوا عندي دايرين بحال الطرومبيه دايرين بايوك بحال الطرومبيه دايرين بحال هكا، بحال واحد الاشهار كان كيقول لك شعرك مجعب. المهم كانوا عندي بحال هكا مبوكلين. دابا ان شاء الله راه بديت كنمشط فيه واحد شويه غنتراجع، راه نجمعوه هنا نيت اصلا غادي نجمع دابا شعري دابا غادي نجمع يا اختي هذا الشعر، وغادي في الاخر من غنسالي الروتين ديالي في العشيه غادي نمشي وغادي نجمع المعينات ديال الحمام ديالي وغادي نوجدهم وغادي نحطهم حدا الباب تاع الدار، حدا الباب كنهضر معكم بصح والله الا بصح. غنجمع الحوايج تاع الحمام وغادي نحطهم ماشي في العشيه بالليل، يعني صافي تا نبغوا نعسو غنجمع الحويجات تاع الحمام ديالي وغنحطهم حدا الباب تاع الدار باش غير نفيق ان شاء الله السبت وغادي نفطر وغادي نرد الغديوه ديالي وغادي نمشي نتحمحم. وهنايا فاش كنمونطي لكم يا اختي شعري راه صافي حليته وقديته ومشطو ودرت ليه توشينغ براشينغ، عرفتي داك تاع فاتي كيما شتيني دايره براشينغ وتاشينغ تسحب لك كليمينيت، راه بربي نضرب بنادم ندير ليه فلجه حبي الله. المهم هنايا هنا صافي فاش كنمونطي لكم صافي وليت طلقت صافي اختي السوالف، درت الشعورات على ميلاد، الحجابات على ميلاد، الشعورات على ميلاد. صراحه داك البوكلاج ما كذبش عليكم فاش كنت كنديرو في الاول بالضفيره كان كيجيني على الطول ديال الشعر ديالي وما بينه وبين كيجيني زوين. زغبني الله ومشيت درت واحد البوماده هي اصلا كتبروكي
كتبلوكي الشعر. ولكن راه خايبه ما نكذبش عليكم، الا مشيت البنات اللي كيديروها، البنات العمات الخالات، كل ما كيشاهد الفيديو كاع اللي كاين عنده شي لا يطيح عنده هذا الفيديو، وكاين عنده شي وحده ولا شي وحده من عائلته كدير ديك واحد الكريم ناري سميتها، نقولها ولا بلاش نقولها ولا نسكت ولا ندير لافيريتي؟ لا ما نقولهاش، لا ما نقولش سميتها. المهم راه معروفين هذوك البومادات اللي كيتباعوا تاع البوكلاج تاع الشعر فيهم الكاليتي، يعني كاينه ديك اللي غاليه اللي ساويه ب100 درهم، كاينه وحده دايره شي كدا دايره شي 60 درهم، وكاينه وحده دايره غير ب40 درهم. فهمتوا؟ هي كتبوكلي الشعر زوين في النهار الاول، من بعد كيولي كتحسي بالزغبه ديالك ناشفه، وخصوصا الا بيت مشطي كتحسي بلو بوينت. المهم داكشي برودوي شيميك ام سوري مابقاش باقا نديرو على التجفات ديالي. التجفات ديالي بالعربيه هي الشعر، لا يا ودي ماشي بالعربيه بالترجمه ديالنا حنايا ديال سميتو ترجمه قوي على الترجمه بهذه اللغه ديالنا حنايا الدارجه هي الشعر، وبالشلحه هي تجفات. يا اختي البيت احنا جمعنا الدويره. ايوا راه باقي عندكم واحد الروتين ان شاء الله نلوحو لكم، درتو لكم بالسبت. ايوا اليوم الحد ان شاء الله الا كتب الله ومونطيطو نلوحو لكم الروتين مطرطق كيغوط. انا شوفوا هذيك الطبيله تاع الصالمونجي جبتها لهنايا بنتي جالسه كتحفظ فيها، عرفتوا دابا راه الدراسه مع شويه داكشي اللي فات باش ترجع الذاكره تاعي. يلاه بسلامه عليكم وحليكم، ما تنساوش ديروا لي لايك.